السلام عليكم شميعاتي، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتسمعوا القناه ديالنا. اليوم القصه ديالنا مغايره، القصه ديال مها اللي عاودت لنا شنو وقع ليها من بعد ما مشات للحمام. المهم نبداو. معكم مها. انا كنت واحد البنت اللي زوينه بزاف، كان كلشي كيهضروا بسميتي وخلاص. العائله ما كاينش اللي ما كيقولش الصراحه. مها غزاله. ما كنتش بكل تواضع اللي ما بغاتنيش لولدها. كان اصلا خوالاتي عماماتي اللي عندها شي ولد كتقول لك مها. المهم بكل تواضع البنات، ولكن انا عمرني فكرت في شي واحد في العائله. المهم انا كنت اصلا في علاقه مع واحد الولد، بحال اللي كنقولوا هو على من كنت حليت عينيا منين وانا صغيره. انا كنعرفو من ديك 16 عام، كنت كنبغيه بزاف وحتى هو كان كيموت عليا ديك الساعه. المهم ديك الوقيته انا كانت عندي 19 عام، دابا هاد الوقيته اللي كنعاود لكم، وهو كانت عنده ديك الساعه 25 عام. من بعد كنقرر انه منين كان توظف ودار دويرتو داكشي، كان قرر انه يجي يخطبني من دارنا. جاو دارهم اللي كانوا والله عمرها دار ظريفين بزاف. كيف كنقولوا داك التوافق من بين العائلات كان داز بيناتهم، اتفقوا على كل شيء، ولكن انا وياه كنا فاهمين اصلا على كل شيء. صافي هما هضروا غا على شنو خاص يكون صافي، وقالوا لينا الا كنتو فاهمين الله يسر ليكم. وبابا ديك الساعه كان في دوك الايام اصلا اللي قبل كان باغينا اصلا نرحلو من الدار. كانت عندنا واحد لابارتمون صغيره، كان كيقلب لينا على شي دار كبر، تكون دار هكا باش نكونوا مرتاحين ومتسعين ومرحين. الحمد لله ما كانش ديك الساعه بابا مخصوص، الحمد لله عايشين. بابا الحمد لله ما عندناش ما خصناش، المهم الحمد لله ما مخصوصش. المهم كان كل مره كيمشي كيقلب وكيستول مصريه، ولكن نهار كيبغي يشوف شي دار كان ضروري كيدينا انا وماما وخوتي باش يشوف الراي ديالنا. بابا كان داك النوع اللي كيهمو الراي ديال عائلته بالدرجه اولى. يشوفك واش بغيتي الحاجه عادي، بابا ما يبزش علينا الحاجه كيف ما بغات تكون نوعها. المهم دازت الايام على النهار اللي بابا كيقلب على الدار، تقريبا شي كان داز تقريبا واحد 3 شهور. وكل مره واحد فينا ما كتعجبوش شي حاجه كيقول ليه لا بابا ما عجبتنيش هادي ما عجبتني. بابا مسكين كان كيسمع لينا في هاد القضيه. واحد النهار جا بابا عندنا قال لنا موضوع والثاني باش نمشيو معاه لواحد الدار. قال لنا شوفوا عرفتوا هاد الدار مستحيل ما تعجبكمش. قال لنا انا راه دات ليا العقل. مشينا معاه. بحال ديما غير وصلنا كيبان لينا الدار باش كتهز عينيك. الدار ما شاء الله كانت فنه، تحتها كان واحد الحمام. داك الحمام كيبان كبير، اصلا كان مشري كان بيوع داك الحمام شي واحد. كان غزال كيبان بحال يلاه مصلوح. المهم من برا الدار كلها كنا باش شفناها شهقنا وقلنا واو كتبان بصراحه واعره. صافي دخلنا كندورو في الدار من بروميير ايطاج للدوزيام من تخوازيام من السطح. انا وخوتي ديك الساعه بقينا غير مدابزين، غير على كل واحد باغي شي بيت ليه. ولكن الصراحه البنات الدار كانت مصلوحه مزيان، كتبان بحال اللي داكشي مازال باقي جديد. عرفتي باش كتكون الدار يلاه مسلوحه تيبان لك كلشي باقي فيها جديد. صافي بابا مسكين منين شافنا كنا فرحانين وعجبنا الدار وداكشي، قال لنا واخيرا بعدا عجبتكم شي حاجه، حيت كنلقى معانا مشكل باش نختاروا معاه. صافي خدا بابا ديك الدار ورحنا وسكننا فيها، فرشناها بذوقنا تبارك الله جات فنا. موراها ماشي بزاف اتفقت انا وانس اللي هو كيف قلت لكم خطيبي الصيفه نديرو العرس ديالنا باش نتحول انا عنده.
صافي انا بقيت ديك الوقيته كنوجد شنو خاصني، التروسو ديالي دهاز كامل داكشي، وانا طايره بالفرحه، واخيرا نتزوج بحب حياتي. شحال وانا حنايا كنتسناو غير فوقاش نتجمعوا. بقينا كيف قلت لكم كنوجد هذيك الوقيته. وقبل كنا مره كنسمعوا في الحي فين كنا ساكنين شي ناس كيهضروا على الحمام انه مسكون. انا بعدا ما كنتش كنطيق دوك الخرافات، كنا كنسمعوا عرفتوا داك الحمام عامر بالاسرار، هو كان معاود وخدام، ولكن الناس قلال اللي كانوا كيقدروا يقربوا ليه ولا يدخلوا ليه. انا باش نهار قرب يوصل الحنه ديالي، حيت كنت غندير الحنه بعيده شويه على العرس، قررت نهبط لداك الحمام، حيت هو اقرب حمام ليا، وصراحه ما فيا اللي نمشي بعد ونقلب على شي حمام. وكان كيحساب لي داكشي اللي كيقولوا، كو كان كيحساب لي داكشي اللي غنشوف تما كون راه عمرني ندخل ولا ندخل ليه. قررت الليله ديال الخميس نهبط، وخا الصراحه ماما عيات فيا، قالت لي جلسي ما عندك فين تمشي، جلسي حتى الغدا ومشي انا وياك لواحد الحمام اللي كان قديم كنا كنمشيو ليه في الحومه القديمه. ولكن انا قصحت راسي هبطت ليه، واخا ما بغاتش ماما وعيات من تغوت. مع دخلت كنلقاه خاوي فيه غير واحد المراه، وقربت تسالي. كان الحمام زوين بزاف الصراحه من الداخل، يعني انا باش شفتو من الداخل قلت الناس كيكذبوا، حيت مستحيل حمام بحال هكاك يكون مسكون. ملي كنت كنسمع الناس كيهضروا عليه كنسحابني من الداخل شي حمام موسخ، ودوك البيبان اللي كتبقاي تسمعي هذيك الصوت ديال البيبان قغ قغ، صدق حتى حاجه من داكشي ما كاين. وحمام واعر تيبان لك بحال تقريبا بحال دايرين بحال داكشي التسبه، ولكن كان نقي بزاف وكان بيان رينوفي باقي جديد. صافي دخلت يلاه بديت كنغسل، كنت مشيت لجهه واحد المرايه باش ندير الغسول لوجهي، ولكن هنا نحس واحد الاحساس غريب، بحال شي حد كيوشوش ليا في ودني، وبحال كنحس شي حد حاضيني. واحد الاحساس غريب بزاف لدابا، ما عارفاش كيفاش نشرحه، وكل مره كنتفكرو قلبي كيتهز عليا. شويه بدا الضو كيطفى وكيتشعل، انا بديت كنتخلع كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البواطه اللي دايره فيها انا الصابون تقلبات حيت كانت حدايا، ما فهمتش، كنقول شنو هذا الشيء، كنستعوذ بالله بحال شي ظل مورايا كيتحرك. باش درت ما كنلقى حتى واحد، صافي مشيت استعوذت بالله، مشيت كنغسل وجهي شويه، درت شامبوان شعري، كنحس بحال شي واحد شدني، ماشي يد وحده ولكن بحال بزاف ديال اليدين. انا هنا كنحاول نوض من الكرسي وما كنقدرش، كنحاول نحل عينيا وكنقرا قران عاد قدرت نهرب بزز. داكشي كان صحيح عليا بزاف، ولكن كان داكشي بحال اللي كيتحكم فيا حتى من داخل، كنتحرك وبحال كنحس براسي مازال في نفس البلاصه. الحمد لله بعدا في الاخر قدرت نهرب ومشيت كنجري طلعت لدارنا. ديك الهضره اللي كنت كنسمع من الناس تاكدت منها 100%. المشكل باش ماما كتسولني مالي فمي بحال معقود. تخلعت ماما صحاب ليها سكنت واحد الوقيته، حتى انا كنت كنقول في راسي هذا يمكن راه شي مس، لان باغا نجاوب وما كنقدرش، وهو راه كنت بقوه الصدمه وبقوه الخلعه وما عرفتش داكشي كان فيا. جابوا لي دارنا من بعد واحد الفقيه بدا كيقرا عليا كل نهار، واضطرينا ناجلو الحنه ديالي لنهار اخر. سيمانه من بعد الحمد لله كانت كل نهار كيجي عندي هذاك الفقيه كيقرا عليا، الحمد لله وليت بخير. ولكن وليت عايشه واحد الرعب فوقت ما كندوز محدا داك الحمام، كنكون خارجه وكندوز محداه حيت هو تحت دارنا، راه كان مرضى البنات. بابا مسكين ولا عارفني، واخا عارفني مسكين غنتزوج وغنمشي لداري وداكشي، ولكن قرر انه يبيع الدار
حتى هو ولا خايف على داكشي اللي واقع في الحمام ولا يطلع للدار. واخا الصراحه عمرنا ما شفنا في الدار شي حاجه. هو قرر غير على ودي حيت شافني مرضت، بدلو الدار من بعد. ولكن من ديك الساعه وانا عمرني قدرت نتخطى داكشي اللي وقع ليا. بحال وليت عايشه في الرعب، انا وليت عايشه رعب مع راسي. راه ماشي سهل بعدا اصلا شي وحده يوقع ليها بحال هكا، باش انك تحس براسك عايش هذاك الاحساس. اصعب حاجه كتحس انه مجنون هما اللي دايرين لك بحال هكاك. حيت اللي كنعاود ليه والله ما كيتيقني اصحاب لو ما كنكذب. ولكن من بعد درت عرسي وكنت مشيت لداري. ولكن من داك النهار البنات اضربت على حمام الزنقه في مره، ما بقى عندي ما ندير به. ما بقيتش باغا الحمام، اللهم حمام الدار ولا نعيش شي رعب اخر. المهم البنات، هذه قصتنا ديال اليوم اللي عاودتها لينا مها. مهم ما تنساوش تابونا في القناه باش تتابعوا المزيد ان شاء الله من القصص الشيقه مع قصتي انا. ديال واللي عندها شي قصه تصيفطها لينا في الخاص. وتهلاو في راسكم حبيباتي. باي باي.